أهلا وسهلا بكم أصدقائنا الأعزاء من العاصمة ستوكهولم، ومع صديق عزيز تاني مرة نلتقي في مكتبه. أمامنا المكتب هنا وبتاع، بس فضلنا نصور خلفنا البيوت السويدية الستوكهولمية وشجر التفاح وشجر التوت، ويعني كده يبقى المنظر الطبيعي أجمل ما التصوير داخل المكتب، وخصوصا ان الجو هنا بصراحة صمت رهيب. يعني لا يوجد صمت، لا يوجد يعني اي صوت لاي شيء الا احيانا الرياح، وطبعا صوت الطائرات لان احنا قراب من مطار ستوكهولم. الصديق الغالي الاستاذ شمال علي، بمعناها باللغة الكردية الجميلة نسيم علي، يعني ممكن نسميه نسيم علي أو شمال علي، بس طبعا الأسماء لا تترجم يعني. فالصديق العزيز يعني هو ناشط سياسي واجتماعي في ستوكهولم، ويحمل أفكار عن العدالة الاجتماعية، أفكار اليسار أظنه المعتدل، هو بقى يقول معتدل ولا متطرف. وقلنا نتناقش حوالين موضوع يعني أثار جدل بينا ونحن نتمشى في أحد المحميات الطبيعية بالأمس. صورت يعني جزء صغير منها في وسط الغزلان كده والطبيعة البكر، مش المنمقة والمنظمة، الطبيعة كما هي. فقلنا يا ترى 7 أكتوبر دي واللي حصل والاعتداء على بعض المستوطنات اللي هو ممكن يكون حق مشروع للفلسطينيين أو غير مشروع، طبعا الفتك بأي مدني سواء كان من أي ملة أو أي دين، حتى لو كان من أعدائك. واللي عايز أقوله إن بعد 7 أكتوبر يا ترى الإسلام السياسي وحماس خصوصا، يعني والإسلام السياسي بشكل عام أو الإسلاموية بالتعبير إخواننا المغاربة، يعني هل ترى ستنقرض وتختفي، خصوصا بعد فشل الإسلاموية في عدة بلدان، ولا ستزدهر على يد مثلا واحد زي احمد الشرع حاليا في اسلاماوي في سوريا الشقيقة الحبيبة، او اردوغان في تركيا وريثة الخلافة العثمانية؟ انا هترك له الكلمة، وهيبقى في سجال بينا كده، نرجو يكون السجال يعني سجال الاصدقاء، محاورة وليست مناظرة، او مناظره ومحاوره مع بعض حوالين الموضوع. انت شايف ايه؟ هل الاسلام السياسي باختصار، يعني ممكن معاك 5 دقائق تتكلم او 10 دقائق زي ما تحب، اوكي، احنا الوقت عندنا يعني بالراحه، هل الاسلام السياسي الى انحسار وزوال، ولا الى ازدهار وتألق؟ وهذا هو يخليه المداخله الاولى، وبعد كده نتكلم هل سينجح، لو هيبقى موجود ولا هيفشل. اتفضل يا باشا. اهلا وسهلا بك. طبعا استاذ احمد، انا احييك وعن طريقك احيي جمهورك والمشاهدين اللي يشوفون الفيديو. تحياتي للجميع. طبعا سعيد جدا انه التقيك مره اخرى، وانا اكتر جميل. وهذه المره الثانيه، وهذه المره هاي خلتني اسعد لانه شرفتني ببيتي. الله يخليك، الله يخليك. في بيتك ومكتبك، البيت فوق والمكتب تحت، يعني 2 in 1. تفضل. اهلا وسهلا بك. طبعا انا اتفق مع الاخوه المغاربه اللي قلت انه يستخدموا تعبير الاسلامويه، بس مو فقط تعبير، يعني كيف نقول، الكلمة محتواها أو ما تعنيه إسقاطاتها مهمة بالنسبة لي. ايه الفرق من وجهة نظرك بين الإسلام السياسي والإسلاموية؟ طبعا المشارقة كلهم يقولوا إسلام سياسي، قليل استخدام كلمة الإسلاموية في الأدبيات المشرقية. أعرف المغاربة يقولوا أكتر شيء الإسلاموية، وأنا بقول الاثنين. لا، الإسلاموية بالنسبة لي طبعا، وفي في الإنجليزي بوليتيكال إسلام وإسلامست أو إسلاميزم. لا، إسلاميزم أنا بالنسبة لي كحركة أعتبرها حركة فاشية،
فتصور أن الإسلاميزم كأيديولوجيا كحركة شاملة، يعني ممكن أن يكون مثلا له امتدادات سياسية كأحزاب سياسية، وممكن ما تكون ما له امتدادات سياسية وما تدعي بالحصول على السلطة السياسية. مثلا في أطراف معينة من السلفيين موجودين على سبيل المثال بكردستان، عندنا بغير بلدان موجودين وعلى ارتباط بالوهابية، وهاي أتصور اسمهم كل حال ما السلفيه الجهاديه. لا مو السلفيه الجهاديه، السلفيه بتدعي انه احنا ما لازم نخرج على الحاكم، ده نوع منها، بس في نوع ثاني عكس يخرجوا ويذبحوا الحاكم كمان. طبعا بس هذا اللي بالنسبه لي مهم، انه الاسلاميه كحركه، انه كشخص يعيش في مجتمع معين ويكون تحت تاثير الاسلامويه، ما يهمني انه هاي الحركه تحاول السيطرة على السلطة السياسية. طبعا أكيد يهمني أنه هذا يكون أصعب إذا كان حاصل على السلطة السياسية، ولكن كونه بيكون مهيمن اجتماعيا هي هاي المشكلة والطامة الكبرى. يعني إذا كانت الحركة مهيمنة اجتماعيا وعلى عنده قاعدة وفلسفته أو ثقافته أو طريقته بالتفكير أو حتى مصطلحاته، مرات اللغة اللي بيستخدموها بتكون هي اللغة الدارجة بالمجتمع، فمعناته أنه إحنا عندنا البيئة الخصبة لانتصار الإسلام السياسي والحصول على السلطة السياسية. فمن هالجهة هاي أنا اللي بيهمني أكثر كشخص بيهتم بمستقبل المجتمع، مو فقط بأنه منه بالسلطة السياسية. ممكن أنه على سبيل المثال السيسي أو الحكام العرب يهمهم كثير أنه يعادوا الإسلام السياسي، بس الإسلاموية ما عندهم مشكلة. مثلا بن سلمان عنده ما عنده مشكلة مع الحركة الإسلامية اللي موجودة واللي بتضيق على الناس، وهي عنده مشكلة مع الوهابين والإخوان المسلمين لما يحاولوا أنه يقفزوا على الحكم أو لكن بالنسبة لنا كمواطنين عايشين بالمجتمع وما مو بالضرورة موجودين بالسلطة السياسية وعندنا حكي بالسلطة السياسية وعندنا دور في السلطة السياسية، الأهم بالنسبة لنا أنه الوضع الاجتماعي تحت هيمنة الإسلام الإسلاموية كيف تكون، ولهذا أنا أفرق بين الاثنين. وطبعا في شيء مهم جدا فيما يتعلق السؤال اللي تفضلت به، أرجع للسؤال، أنه طبعا احنا بنواجه واقع ووضع معين في الوقت الحالي. الوضع هذا أساسا اللي بيصير بفلسطين، المأساة اللي بنعيشها والحرمان اللي بيعيش أهل فلسطين، والأصلا يعني المأزق اللي بيعيشه كل المنطقة من وراء سياسات إسرائيل، والإحباط اللي يحس به كل الموجودين بالمنطقة، هذا بيدفع ما ردت نحو التطرف أو نحو اليأس أو القنوط أو الاستسلام للأفكار الغيبية والماورائية، وأنه عدم الاعتماد على النفس والثقة بالنفس والارتماء في حضن الرجعية على في نهاية المطاف. وطبعا هاي البيئة المناسبة جدا لتطور وتفشي الإسلاموية على صعيد عام. الشغلة الثانية اللي نشوفها أنه الجرائم اللي ترتكبها إسرائيل، الجرائم اللي نشوفها تذاع على التلفزيون بصورة مباشرة وكلنا نشوفها. طبعا احنا البشرية عايشت أو عايشت في فترة من الفترات مآسي مشابهة، مثلا الهولوكوست اللي راح بضحايا 6 مليون يهودي على يد النازية، نفس الشيء مأساة بكل معنى الكلمة. هاي المأساة احنا نسمع عنها، نقرأ عنها، في أشخاص مثلا يجون يكتبون مذكراتهم أو مثلا نشوف عليه فيديوهات ناس، ما شفنا الصورة هاي، ما شفناها حي ومباشر وعلى التلفزيون وبكل صفاقة. مثلا حتى هتلر في حتى الوقت الحالي في جريمة تسمى بجريمة يعني إنكار المحرقة. إنكار المحرقة جريمة، يعني كون أنه النازيين أساسا ما يعتبرون وما يعترفون أنه كان فيه هذا الشيء. هسه بنشوف الوزراء حكومة دولة إسرائيل يجون على الشاشة عيني عينك يشوفونه بكل بجاحة وبكل وقاحة
يدعوا انه نعم احنا نريد نحصل على هاي المنطقه وراح نسوي تطهير عرقي وما راح نخلي الناس اللي موجودين هنا يعيشوا هنا. فهاي الجريمه، وده يمكن خلى الاوروبيين بعضهم يعترف بدوله فلسطين. طبعا هو خلى في نوعين من ردود الفعل، نوعين من ردود الفعل. الشيء اللي نعيشه بالعالم هسه والان اللي اني اشوفه يعني تحول خطير جدا بالعالم. احنا عندنا هسه رئيس اقوى دولة بالعالم، شخص يفتقر إلى أدنى المقومات الأخلاقية، أدنى سفيه ونرجسي وكذاب وغبي وكل ما تعني الكلمة. وهذا المذيع بيسأله في حرب بين أذربيجان وأرمينيا، جاوب قال ألبانيا وما قالش أذربيجان، حتى قالها أوبرجين ولا أوبرجين. لا أصلا يعني شخص مثل هاي بيقود البشرية في الوقت الحالي. وهذا يعني بيوضح لنا انه احنا في منعطف خطير في تاريخ العالم. احنا في منعطف نشوء الفاشيه والنازيه الجديده. احنا نشوف نيو فاشيزم هسه بالعالم كله، باوروبا تريد تسيطر. وصدق انه كل موضوع شيق على فكره، موضوع اللي هو اليمين ده، كل ما ترتكبه اسرائيل، كل الجرائم اللي ترتكبه اسرائيل، اي نقطه دم من اي طفل فلسطيني بيسقط في غزه، هذه بينقص من إنسانيتنا ومن معاييرنا الإنسانية على صعيد العالم كله، مو على صعيد فلسطين. وهي هاي المهمة. وأنا كده متفق معك 100% في صعود اليمين والمشاكل الموجودة في العالم. لكن خلينا نرجع للسؤال الأول. السؤال الإسلامي إلى أين؟ الإسلاموية زوال أم لا؟ الإسلاموية كحركة فاشية في هيك بيئة فاشية. لما أنت تشوف مثلا أنه قبل كنا نقول حقوق الإنسان أو مثلا الحريات المدنية، شوف الغرب كيف عايش، كيف شوف القيم الإنسانية موجودة بالغرب. لما أنت تفقد هالقيم هاي بالغرب، إذا السويد تحولت إلى ما يشبه العراق أو سوريا، فكيف ستكون الحال في سوريا والعراق؟ يعني أنت هل السقوط نحو الهاوية، نحو هاوية انعدام الحقوق الأساسية للبشر تأثر على المجتمعات كلها. وفي هيك ظروف أنا ما أعرف أي شكل من أشكال الإسلاموية راح تظهر. لكن حتزول ولا شفنا القاعدة، شفنا داعش. ما بنعرف هسه يطلع لنا زومبي إسلاموي مثلا بالمنطقة. ممكن يكون صيغة أفظع يعني أجرم وأكثر إجرام. وأنت تشوف مثلا بالسويداء، أنا أستغرب إنه السوريين يتعجبون ليش بالسويداء العصابات السورية ترتكب هالجرائم وهاي وما تستحي. ما حد يستحي. الدولة اللي تدعي الديمقراطية بالشرق الأوسط، الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط، عينك قدام الكاميرا بيذبحون الطفلة وهي موجودة في سيارة محاصرة، وبيقتلون الناس اللي بيروحوا ينقذوها. وهاي الجرائم تخلي عادي. طبعا في حادثة بالمناسبة بسليمانية قبل أسبوعين أو 3، في هذا ابن جلال الطالباني اللي هو شخص معتوه. يعني تقريبا نقول مثلا انت تحط ترامب تحت جذر تربيع او تكعيب، يطلع لك هيك نموذج تافه جدا، تافه جدا بكل معنى الكلمه. يعني هو ابوه ابن لجلال طالباني. جلال طالباني هم شخص هو متفوه هواي، ولكن شخص أفاق وكذاب وبكل معنى الكلمة. ولكن على الأقل كان رئيس جمهورية العراق وكان يستحي، كان عضو بمنظمة العفو الدولية، وما وقع حتى على حكم إعدام صدام حسين. قال مع أنه صدام حسين كان مقرر أو صادر حكم بإعدامي، ولكن أنا لما ما أعدمه. طبعا هذا ابن هذاك الشخص، ذاك الشخص هم نفس الشيء، بس على الأقل كان يستحي. هذا ما عنده أي استحياء. فكان في عنده ابن عمه داخل الحزب، تعاركوا مع بعض وراح هاجم عليه، وطبعا أخذ كل المسلحين التابعين لابن عمه وصلخهم أو عراهم قدام الكاميرا وصوروهم وبثوهم بالسوشيال ميديا. بعدين شو صار؟ يوما بعد المفارقة أنه في اجتماع لأحزاب الاشتراكية الديمقراطية بالعالم العربي، ومنه الرئيسة؟ الأخ. أوكي؟ وقدام الناس كلها واقف ويقول أنه
يقولون لنا احترام حقوق الإنسان، ولماذا لا يقولون لإسرائيل؟ يعني إسرائيل هسه صارت النموذج اللي أي شخص أي مجرم وأي فاشي بالعالم يريد يقلد إسرائيل يجد مبرر. فإذا كان ما كان موجود، وأنا طبعا أستغرب مثلا في رفاق يساريين بسوريا بيتصورون أنه مثلا إسرائيل ممكن أنه تكون عامل من العوامل المساعدة على ترتيب الوضع السوري أو إيجاد نوع من التوافق ما بين الفرق المختلفة أو العلمانية بسوريا. أنا أتصور أنه هاي من فهل الوضع الحالي اللي بنشوفه بعد 7 أكتوبر عكس ما يتم الإشارة إلى أنه ممكن أنه هاي نهاية الإسلام السياسي وإحنا ما راح يكون عندنا إسلام سياسي بعد الآن؟ أتصور أنه وفرت بيئة خصبة، لكن في أكو جهة أخرى معينة أنه التمويل اللي كان للإسلام السياسي، وكلنا نعرف أن الإسلام السياسي ما كان يعيش بدون تمويل السعودي، بدون النفط السويدي، بدون التمويل القطري السعودي. انت قلت السويدي. قلت اوكي. العفو. النفط السعودي والخليجي بصورة عامة، وهاي هذا التمويل ممكن يتوقف، ممكن يقل، وممكن هاي يكون عامل من العوامل الغير مساعدة، ولكن هاي تكون عامل من العوامل الغير مساعدة للإسلام السياسي اللي عنده مسلحين واللي يريد يحصل على السلطة السياسية. ولكن الإسلاموية اللي خانقنا خنق ثقافيا، اجتماعيا، أخلاقيا، وعلى كل المستويات غير السياسية، فهاي الإسلامية ما راح تتضرر، العكس صحيح. هالبيئة هاي توفر بيئة خصبة الإسلاموية في نظري. جميل. يعني أنت بتقول باختصار أن الإسلاموية بسبب 7 أكتوبر في إصدار. خليني أختلف معك. أوكي. وأقول أن 7 أكتوبر واللي بيحصل بسبب الأحداث ما بعد 7 أكتوبر والمجازر اللي حصلت ضد أهالينا وجيراننا في غزة والأطفال والنساء حتى الرجال، يعني الرجال يعني غلابة برضه، يعني إن دوت هيكون مروج للإسلام السياسي. خلينا أقول لا، أنا شايف إن حماقة حماس أصبحت موجودة في كثير من الوعي الفلسطيني خصوصا والمتحدثين بالعربية عموما، أدت إلى انكشاف هذا التيار اللي هو يعني يعمل في العملية السياسية بلا أدنى يعني ذرة من العقل، ويتصرف تصرفات يا إما حمقاء تحت مسمى اللي احنا عايزين يلا رايحين على الجنة شهداء بالملايين، احنا عايزين نروح في الدنيا سعداء بالملايين، مش على الجنة ولا على القدس ولا على بغداد ولا على أي مكان بحماقة نؤدي إلى ضياع أنفسنا وأهالينا والناس اللي احنا عايشين بينهم. وبعدين في نقطة مهمة جدا يا صديقي، وهي إن تجارب الإسلام السياسي سواء كان على المستوى السياسي أو ما يسمى بالأعمال الإرهابية، بين قوسين بيسموها الجهادية، الأعمال الإرهابية يعني انهيار ما يسمى بدولة الإسلام في العراق وسوريا، انهيار القاعدة وأصبحت تقريبا غير ذات أثر، خلايا كده منفصلة، انهيار كل يعني مش عايز أقول كل، غالب التنظيمات الإسلاموية المسلحة، مصير الواقع في الشيشان في بوسنا والهرسك. الناس عايزة تعيش، الناس عملت شيفت بعد حكاية القتل والذبح اللي كان موجود، وصلوا شكل من الاتفاق. الجدع اسمه رمضانوف ده بتاع شيشان، ويعني أصبح كأنه ابن لبوتين وعامل نوع من المصالحة مع روس. مرتزق. نفس الشيء في مرتزق ولا مش مرتزق مش مشكلة. في البوسنة والهرسك أيضا بعد مراحل ما يسمى بالجهاد انتهى الأمر إلى إن إيه؟ إلى إن الناس اللي هناك عايزين يعيشوا، عايزين يخشوا في الاتحاد الأوروبي، عايزين أنا رحت البوسنة يعني شفت الناس البوسنويين والبوسنويات وهم يتطلعون نحو أوروبا، بعضهم متدين، بعضهم لا ديني، بعضهم علماني مؤمن،
أشكال وأنماط مختلفة من الناس، لكن كلهم متجهين إلى هذه القبلة، ليس إلى قبلة الإسلاموية. أيضا الناس داخل تركيا، وحتى ده يعبر عنه أردوغان، إن هو أردوغان مش عايز يعني ممكن يكون هو عاوز يزود العيار من الإخوانية والإسلاموية، لكنه وانا بستخدم المصطلح بتاعك مش هنخش في جدل ايهما افضل يعني، مش مشكله يعني، المعنى واحد، اسلاميزم وخلاص. انا شايف ان اردوغان هو بيحاول يمشي اموره. وبعدين بقى الدليل الاكبر اللي هستخدمه ضدك هو احمد الشرعي شخصيا. احمد الشرعي اللي جاي من خلفيات اخوانيه نوعا ما يعني، مش او ابناء الاخوان يعني، لان التنظيمات دي كلها طلعت من رحم جماعه الاخوان المسلمين، رغم ان بعضهم بيكفر الاخوان المسلمين بالمناسبه، وده طبيعي. احنا شفنا ناس كانت في جيش علي بن ابي طالب زمان كفروا علي بن ابي طالب وقتلوه، فده بيحصل يعني في الحركات الاصوليه باستمرار. الاخ احمد الشرع يعني التغيرات اللي حصلت في كيانه وفي شخصه، شكله نفسه بعد ما كان بيلبس بتاع الطرحه اللي على راسه دي والاشياء اللي بيلبسها وكده، اصبح لابس لبس غربي. وزوجته السيده الفاضله بعد ما كانت بتلبس مثلا برقع ولا نقاب ولا شيء، لبست لبس المصريات والسوريات والعراقيات العاديات، المسلمات العاديات يعني، لبسها ليس ينم يعني لو شفتها انا في الشارع هقول دي واحدة مسلمة طيبة وعلى باب الله يعني، مش هقول انها من تيار جهادي او تيار اصولي او سلفي او اي شيء من هذا القبيل يعني، لو شفت هذه السيدة الفاضلة يعني. فاحمد الشرعي نفسه تحولاته بغض النظر هي حقيقية ولا بسبب السياق اللي موجود، هي تعبر على ضعف مشروع الإسلاموية في صورته الأصلية. لكن اللي أنا عايز برضو أقوله إن الإسلاموية في صورتها الأصلية أنا شايفها إلى زوال، يعني إلى زوال حتى في أفغانستان. بعض الناس يقول لي لا ده طالبان يا عم متشدد، أيوة متشددين، لكن التشدد مش إسلاموي، تشدد ديني. الإسلاموية عندهم طبعا عندهم أفكار خرافية في تطبيق شرائع العصور الوسطى، لكنهم بطلوا حكاية الدعوة والجهاد والأشياء اللي هي إيه بيفكر فيها الإسلاميين التقليديين تحت ضغط الواقع، مش بالضرورة يكونوا هم مقتنعين 100%. والطالبان لما كان لها أن تظهر لولا فشل الإسلاموية، لأن الحركات اللي كانت بتجاهد بين قوسين الاتحاد السوفيتي وعملت عمليات ضده، هذه الحركات فشلت فشل ذريع وتقاتلت وذبحت بعضها البعض. فجاء طالبان، عارف زي في الكوتشينه كده الولد يقش يعني، فطلع في الكوتشينه كده ان يعني هو كان مستحيل طالبان تبقى ليها دور في المشهد الافغاني لولا فشل الاسلام السياسي وتقاتلوا مع بعض رباني وحكمتيار واحمد شاه مسعود، والبلاوي اللي حصلت بينهم أدت إلى وجود فصيل تاني يأتي من ديوبند، من اللي هو ما يسمى بالتدين التقليدي الأفغاني والهندي والباكستاني، الإسلاماوي الماتريدي الحنفي الصوفي، ويقش الملعب كما رأينا في المشهد الأفغاني. يعني أنا شايف مثلا نموذج أحمد الشرع هو بيحاول يكون صبي أو بيقلد النزعة الأردوغانية إنجاز التعبير، يعني هو ماشي تحت باط أو تحت إبط أردوغان، يحاول يحاكي التجربة الأردوغانية الإسلاموية التركية، منزوعة العنف والتشدد، لكن طبعا هو بيواجه تحدي لأن تحتيه ضباع وتحتيه ناس، مش كل الناس هتتغير. لو انا مثلا رئيس جماعه او انت رئيس جماعه زي الجماعه اللي انت عاملها من بعض الناشطين السياسيين من ناس مختلفين يعني في استokholm، فلو انت غيرت رايك وقلت هبقى راسمالي مثلا او هبقى فاشي، الناس اللي وراك دول مش خرفان
يعني مش كلهم هيقولوا مو انا اللي عاملها، انا عاملها معاهم يعني اعملها معاهم فهم يعني فهم ممكن يعترضوا عليك، ممكن كذا. وهو برضه ما عملش التنظيمات دي، التنظيمات دي هو كان ابنها طبعا. يعني هو لم يفعل هذه التنظيمات، وزي ما هو ابنها في اخرين ابناء ليها، فيعني المساله محفوفه بالمخاطر، بعكس التجربه التركيه لعلها مختلفه، لان الحركه هم كلهم تلامذه وصبيان نجم الدين اربكان، نعم انشقوا عليه وكده، لكن حتى اربكان نفسه كان يعني ذو بعد برجماتي لعله اقل من برجماتيه السيد اردوغان، لكن هذا هو الواقع. فانا شايف ان الاسلامويه التقليديه اللي هي في الكتب بتاعت عمك سيد قطب وعمك حسن البنا واللي هو الجدع بتاع الفريضه الغائبه ده اسمه عبد السلام فرج وعبد الله عزام، والتصورات هذه التصورات الرعناء الخارجه عن سياق الواقع والتاريخ دي اكسباير وانتهت بشهادة بعض الإسلامويين أنفسهم. فالإسلاموية إلى زوال بلا شك، ولكن ممكن تولد إسلاموية جديدة. إسلاموية يعني إيه؟ على الفيرجن بتاعت أردوغان، أو يعني أخف قليلا، أشد من أردوغان قليلا، لكن هيبقى هذا هو الإطار العام لأي حد عاوز ينجح. بقى مسألة هوى الشعوب في الذهاب إلى الغيبيات، وأن الدين فعلا أفيون الشعوب كما قال باركس، وأن الدين فعلا يعني هو زفرة المحتاج، والشخص لما ييأس من كل حاجة بيلجأ إلى السماء. لكن يعني الأوضاع الاقتصادية المتردية بتخلي الناس، مش بالشرط ضرورة أنا بربط بين الأوضاع الاقتصادية المتردية والإسلاموية، لكن بتبقى بيئة خصبة للإسلاموية وبيئة أخصب للتدين واللجوء إلى ما بعد الموت، لأن شايف الحياة حياة زفت، فأنت يعني ما فيش هذا الخضار وهذا شجر التفاح وعايش في حياة جميلة. فلو حتى تدينت هيكون التدين تدين يعني لطيف، بينما لما تكون انت في صراع وفي أزمة وفي ضغط، فلما هيكون تدينك أيضا تدين فيه صراع وفي أزمة وفي ضغط، ده طبيعي. وهيكون في تشدد وفي خرافية أكتر يعني وأسطورية أكتر وكل هذا الكلام. فالأزمات اللي موجودة فعلا مؤدية إلى هذا النزعة ممكن نسميها الأخروية في عقل ناس كتير، لدرجة ان بعض الناس وبعضهم سوريين وعراقيين عاملين قنوات فيها مئات الالوف من بعض الاخوة المتدينين بيتكلموا ان اللي بيحصل ده هي نهاية الزمان ونهاية العالم، والمهدي جاي، والله حي عباس جاي، والله حي المسيح جاي، والله حي احمد الشرعي ده هو السفياني اللي هيقدم للهاشمي للبطيخي. يعني كلام ممكن ابعت لك الروابط بتاعت فيديوهات ناس بتتكلم بهذا النفس، يعني حاجه تضحك منها الثكله، يعني حاجه بلهاء شديده البله، وده نوع من المخدر للناس، ان انت قاعد مستني شخص لهو خفي هيجي معاه حل سحري، يعني معاه حل سحري. هي فكره يعني برضه فكره غيبيه، بس مش غيبيه في السماء، غيبيه في الارض، يعني ان في حد هيجي من الغابه دي يقوم ينقذنا ويعمل لنا كل ما نشتهي ونريد. فباختصار لخص كلامي في كلمتين: الإسلاموية إلى زوال بمعناها التقليدي، ولكن ممكن يولد من رحمها إسلاموية جديدة. ونتيجة الأزمات اللي موجودة الناس غلابة، يعني أنا أتفهم جدا ذهابهم إلى الفنكوش، ان هو يبحث عن فنكوش، سواء في بمصطلح عادل امام يعني لا. سواء في العالم الحالي زي الجدع بتاع اللي بيدور على المهدي ده، او في العالم الماورائي. فانا اتفهم هذا ويصعبوا عليه، ودول مش بالضروره يكونوا اسلامويين، يعني مش بالضروره يكون التيار الخرافي ده اسلاموي. والنقطه النهائيه قبل ما اعطيك الكلمه عشان تعلق على الكلام اللي انا بقوله، ان النقطه النهائيه في الموضوع ان يعني المسألة
بتاعه، ودي مساله تانية بقى، الارتباط اليمين الاوروبي باللي بيحصل في غزه، بتغيرات السياسه الاوروبيه، ده موضوع ممكن نعمله لو انت فاضي بكره ولا بعده قبل ما اسافر نتكلم فيه، بس ده موضوع تاني مش هتكلم فيه يعني. لكن هنتكلم في النقطه بتاعه ايه، ان الاسلام السياسي او الاسلامويه يعني لا يمكن مكافحتها حقيقة في العالم الإسلامي، وتخريج الناس من شرقنة الخرافة، الناس العادية والإسلامويين يتم المزيد من التهذيب ليهم، اللي هو يعني أنا شايف جزء منه تم بسبب التجارب الفاشلة المتخلفة الكتير اللي هم وقعوا فيها، وضربت أمثلة. لكن بثورة ثقافية حقيقية تقوم بها الحكومات العربية، لأن السلطة لابد ان يعني سواء بقى الحكومات او حكومات تيجي من المريخ مالناش دعوه، بس ايه، ان يحصل شيء من التطوير الثقافي والتعليم الديني، يكون اكثر وعيا، اكثر برجماتيه، اكثر اشتباكا بقضايا الواقع. لان للاسف الشديد الخرافه وبنت خالتها الاسلامويه، يعني الخرافه بس ممكن نتعايش معاها لانها ما فيهاش عنف وما فيهاش خطاب كراهيه قوي، فيها خطاب كراهيه بسيط، لكن الاسلامويه فيها خطاب كراهيه شديد وفيها عنف شديد واحتكار للحقيقه المطلقه. وايضا الخرافيه فيها شيء من الاحتكار للحقيقه المطلقه لكن اقل درجه من الاسلامويه. الاثنين دول لا يمكن تفكيكهم حتى لو حصلت 100 كارثه للاسلام السياسي او الاسلامويه بتعبيرك وتعبير اخواننا المغاربه يعني في الاساس، الا بثوره ثقافيه حقيقيه تتبناها بعض الناس اللي في ايديها سلطه، يعني مش انا وانت، الناس اللي هي NGOs ولا واحد مثقف حر ولا واحد مفكر حر، لا، يجد ناس بتعبير جرامشي ما يسمى بالمثقف العضوي، والمثقف العضوي الذي يتحول ان تبقى في ايده سلطه، يعني في ايده شكل من اشكال السلطه الذي يستطيع بها، لان اصلا الناس في وجهه نظري بتورث الدين بسلطه اجتماعيه او سياسيه او عسكريه، سواء بتعتنقه او بتورثه، هي السلطه هي اللي بتشكل الوعي العام. فاحنا محتاجين وعي عام اكثر رقيا، اكثر عقلانيه، اكثر انسانيه. هذا اذا حصل هيكون يعني عارف زي التطعيم ضد شلل الاطفال، هيكون تطعيم للمجتمعات العربيه والاسلاميه والكرديه والتركيه وغيرها، يعني للايه من هذا الداء العضال. تفضل يا صديقي. اوكي، اتكلمت زيك او اقل شويه يعني. مشكله. على كل حال انا بس لازم ابقى باطار نفس التسميات والمصطلحات، لانه هاي المساله مهمه، المساله مو مشرقيه ومغربيه. الموضوع انه حضرتك بتقول انه الاسلامويه بهذه الصيغه يمكن انه تختفي، بس ممكن انه تظهر بصيغ اخرى، وانه هنا بالنسبه لي هنا المشكله. انا مشكلتي مع الاسلامويه مو مع الاسلام السياسي. انا مو مشكلتي مع انه مثلا الملك عبد الله ملك الاردن ما يقدر ينام من مثلا خشيته او قلقه من الاسلاميين، ان شاء الله ما نام بحياته. اوكي، وما عندي مشكله انه مثلا السيسي عنده مشاكل مع الاخوان وهاي ويخاف من الاخوان، مو مشكلتي. مشكلتي ارتباط الاخوان بالمجتمع، اللي يريدوا الاخوان يسووه او يعملوه ضد المجتمع، او تاثير سياستهم على الحريات، على التفكير الحر، على التصرف الحر، على التمتع بالحريات المتاحه على اي حال. هاي مشكلتي، انه هل موضوع هذا اللي بيشغلني، وانه كون الاسلام السياسي يقف عائق امام تطور وعي ثوري لايجاد تغيير ثوري بالمجتمع اللي يعيش او يعاني من لا عداله، ويعاني من غبن، ويعاني من ظلم على كل المستويات. هاي مشكلتي مع الاسلام الاسلامويه. فبهالمعنى هاي الاسلامويه راح تبدل جلد، او ممكن تبدل الفورم، وهاي ما راح يتغير. ولكن في مساله اخرى يخليني مقتنع تماما انه خساره او هزيمه الاسلام السياسي في مواجهه اسرائيل
وتداعيات 7 أكتوبر والهجوم الكاسح على الجمهورية الإسلامية في إيران والهجوم حتى على قطر حتى وبشار وكل النتائج وحزب الله ونصر الله وحتى قطر وحتى تهديد تركيا وهاي كل هالمسائل يعني أشوف أنه هذا ما يؤدي إلى اختفاء الإسلاموية اللي أني قلق منه وأني أخشى منه وأني أشوفه عدو بالنسبة لكل تطلعاتي الإنسانية. أنه عندنا هسه مو بس الإسلام السياسي، وعندنا أديان قومية، طلعت أديان قومية يعني على شاكلة ما يريد يشكل الصهيونية. مثلا في عندنا الهندو ناسيوناليزم، في عندنا الكريستيان ناسيوناليزم اللي موجود بالولايات المتحدة الأمريكية، واللي طبعا تتوافق مع نتنياهو والطغمة أو الدولة العنصرية الحاكمة في إسرائيل في كل تطلعاتها وفي كل تصوراتها وتدعمها، واللي يقف خلف هالحركة هاي الكنيسة الإنجليكانية. وش قد عدد المنتسبين إلى؟ أكثر من 50 مليون. يعني 50 مليون أمريكي ممكن يقتنعوا أنه عمر الأرض 6000 سنة والديناصورات أساسا ما كانتش موجودة. دي خدعة شيطانية عشان يعني ممكن أنه هذا هو يكون واقع الولايات المتحدة. فإذا كانت الولايات المتحدة أمام هكذا خطر، فكيف إحنا بالشرق الأوسط ممكن نكون يعني محصنين من هذا الوباء اللي ينتشر مثل نار بالهشيم؟ يعني احنا بكردستان ما عندنا قضية إسرائيل، والإسلاميين أساسا عندنا في كردستان العراق على سبيل المثال قسم كتير منهم متعاونين حتى أو مثلا متعاطفين مع إسرائيل مو مع حماس، الجماعة السلفية التابعين للسعودية وهاي. ولكن مع هذا بشوفهم أنه خانقين الحريات خنق وكابسين على نفس الإنسان. تعرف أنه هالتحول الرجعي للخلف واللي ممكن تستثمر الإسلاموية نشوفها حتى بالصين. تعرف أنه قبل سنة كانت يمكن في تغيير بالصين بالمناهج الدراسية في الصين على أساس بيكون في مواد فكرية. أنا لما سمعت ملخص أو عنوان الخبر صورة قلت معقولة مثلا شين جي بين مرة أخرى يرجع على تعاليم ماو ويبلش مثلا يدرسه؟ شفت لا انه شين بين الحزب الشيوعي الصيني يفكر انه يدخل الديانة الكونفوشيوسية والقيم الكونفوشيوسية في المناهج الدراسية في الصين. ليش؟ لأنه في المنهج الكونفوشيوسي واحدة من المحرمات، واحدة من الذنوب الكبائر مثل مصطلحات الإسلام من الكبائر إنه الوقوف بوجه الحاكم. صحيح. أوكي. فهل المنهج هذا تجيبوا له؟ فاحتياج الخروج على الحاكم مدخلي ما بالضبط مدخلي. أنا كنت هذا اللي أقصد المدخليين في كردستان العراق. أقصد إنه هم هذول اللي مكابسين على نفس الحريات بمجتمعاتنا. فهكذا نماذج من الإسلاموية ما راح تختفي، وهكذا نماذج من الإسلاموية هي اللي احنا والجماهير والطبقات المطحونة في مجتمعاتنا بتعاني منه. صحيح ان بنعاني من العنف اكيد، ولكن هذا العنف الممارس بصيغة يعني خشنة وهاي ودموية شيء، والعنف الممارس بصيغة غير خشنة واللي تمارس ضمن العائلات في الأحياء السكنية ضمن المجتمعات الصغيرة، هذا عنف مداوم بدون ما أحد يكتب عنه تقرير ولا أحد يكتب عنه خبرية. وهذا أعرف أنه وضع مصر هسه ما أتصور من ناحية الحريات الفردية صارت أفضل من وقت ما كان مرسي موجود بالحكم، إذا ما كان العكس. من ناحية الحريات الفردية أقصد من الناحية السياسية. وأنا أتذكر حضرتك حكيت انه الاسلام السياسي فشل وانهار. انا اتذكر انه وقت ما كان عبد الناصر يخطب يقول، حكيت مع المرشد العام للاخوان المسلمين، قال له شنو مطالبك؟ قال مطالبي انه
10 تحجب النسوان. تحجب فقال النسوان. له احنا كنا حاجه و20 مليون، دلوقتي حاجه 110 ولا 120 مليون. لا كان 10 حاجه و20 مليون. قال تريدني احجب 20 مليون وانت ما تقدر تحجب بنتك؟ هسه انا وانت قاعدين استاذ احمد، ايوه، انت بتقول لي اللبس العادي مال المسلمه في سوريا وفي مصر وفي العراق. الحجاب، هذا الحجاب اللي كان مطلب من المطالب الإسلامية في عصر عبد الناصر، مو بس تحقق. أنا وإنت قاعدين، وأنا إذا ما كنت منتبه شوية ممكن هاي تفوتي أنا كمان واعتبر اللبس عادي من ملابس المسلمين، ولكنها هي مو لبس عادي من ملابس المسلمين. الحجاب الإسلامي شعار سياسي، حال الصليب المعقوف بالنسبة لي. أيوه صحيح، مع احترامي الشديد لكل المحجبين. جميل. والمحجبات والمحجبين ايضا والمحجبات، ولكن انا قصدي كرمز سياسي اللي طبعا امي على راسها كانت طرحه، جدتي كانت على راسها طرحه، وطبعا النساء باوروبا كان يلبسوا غطاء الراس. غطاء الراس، ولكن هذا الحجاب المثلث هذا أنا ما شفته غير بعد بعد ما يسمى بالصحوة الإسلامية أو الإسلام السياسي في إيران، بعد ما ظهر خميني في إيران. أنا أول مرة في كردستان شفته بعد ما ظهر خميني في إيران وإجا خميني في إيران. يعني طيب. هذا الرمز السياسي، هذا مو شيء. وأنا وأنت نقعد هنا ونقول إنه اللبس العادي فمعناته ما نقول إنه الإسلام السياسي إلى زوال. ممكن نقول الإسلام السياسي اللي بيزعج الغرب، الإسلام السياسي اللي بيزعج السيسي، الإسلام السياسي اللي بيزعج المستبدين ابن سلمان، الحكام، هذا إلى زوال سياسي. ولكن الإسلاموية اللي بتزعجنا، الإسلاموية اللي خانقتنا، لا كابتين على نفسنا وباقين. أخذ المايك منك. اتفضل. هو المايك معاك يعني مجازا يعني. فأنا أقول يا صديقي، أنا معك يعني في كثير من الجزئيات، لكن يعني لابد ان احنا هنا نفرق تفرقه بين، ممكن نسميها عشان بلاش اسلام سياسي واسلامويه، نسميها الاسلامويه السياسيه والاسلامويه الاجتماعيه. الاسلامويه السياسيه انا شايفها اخطر حالا، ودي هي اللي الى زوال بلا شك، لأن الإسلاموية السياسية هي معناها أن هذا التيار وهذا النمط من التفكير يكون له النفوذ السياسي. وممكن استشهد بالتراث، يعني ان الله ما بيغير بالكتب المقدسه، لا القران ولا غيره، ده كلام عثمان بن عفان كمان. الله ان الله لا يعني يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقران. السلطه اهم من 50 كتاب مقدس، والسلطه هي اللي بتخلي الناس تغير. الناس لما دخلت في كردستان الاسلام، ولا في مصر الاقباط ولا الامازيغ ولا الاتراك ولا الهنود ما يفهموا ولا حرف في القران. يعني اول ما دخل عليهم الاسلام ولا يفهم ولا حرف، والجيوش اللي راحت ما كانش معاها دعاء. ما كان في نسخه، ما كان في نسخه، حتى ما في بعضها ما كانش لسه النسخه اتعملت. وحتى لما النسخه اتعملت، يعني انت عشان تقرا نص ادبي بالانجليزيه ولا بالصينيه محتاج قد ايه؟ او حتى بالسويدي. يعني لو شوف اكبر شاعر في السويد، انت لو جيت هنا من 10 ولا 15 ولا 20 سنه عشان توصل لهذا المستوى من نقد الادب السويدي العالي، محتاج يعني يمكن انت ما تصلح اصلا. يعني ممكن جدا حفيدك او حفيد حفيدك اللي هو يكون تشرب الثقافه وتعلمها. فده اللي ممكن يعني يكون. فالناس الاوائل ما يفهموش يعني ايه قران اصلا، ولا معاني الا معاني بسيطه. وبعدين الجيوش لما راحت ما كانش معاهم دعاء يعني، ولا ناس متعلمه اللغه بحيث تتكلم، ما فيش ولا اثر في هذا يعني، ولا خبر في روايات صحيح او ضعيف بكده. ولكن الاسلامويه السياسيه انا شايفها اخطر بشكل شديد. سميها الاسلام السياسي، الاسلامويه السياسيه اخطر بشكل شديد جدا، لانها بتؤدي الى عمليه تنميط للذوق العام، زي اللي حصل في ما يسمى بالثوره الاسلاميه في ايران يعني، وزي ما عملته طالبان يعني، لانها معها سلطه سياسيه فعملت النمط التدين بتاعها فرضته على المجتمع الطالباني، المجتمع الافغاني في يعني طالبان السلطه السياسيه وافغانستان، او الخميني والخمينيين وايران. فدي نقطه انا شايفها الى زوال. والاسلامويه السياسيه حتى داخل ايران
الآن أصبحت في محل نقد وشك في المجتمع. النقطة الثانية بقى بتاعة الإسلاموية الاجتماعية، ودي اللي وأنا بتكلم في مداخلتي الأولى قلت إن أنا شايف خطرها، وشايف إن بقول ده لبس عادي مش معنى كده إن أنا مقر له أو معجب بيه. أنا ده الواقع، يعني الواقع في البلدان الإسلامية، او على تحديدا مثلا خلينا نتكلم في مصر عشان ما رحتش العراق لسه، ان شاء الله يجيني دعوه ونروح العراق. جات لي دعوه وحصل تفجير، الدعوه اتلغت. كان معانا صديقنا الله يرحمه الدكتور علي مبروك الكاتب المعروف يعني بعده ما صار عادي بكردستان. هذا اللبس ما صار عادي بكردستان. طيب. بعده هذا اللبس يسمى الحجاب الاسلامي. الحجاب الاسلامي جميل. هذا التغير، اللبس ده عندنا عادي في مصر. وبعدين الحجاب العادي اللي هو بتبقى لابسه بنطلون البنت وضربه طرحه وعامله يعني لبس فستان، ممكن يكون قصير شويه، ممكن كذا. انا امبارح كنت فين؟ امبارح كنت في نيس الفرنسيه، شفت بعض البنات يمكن صوماليات، يعني سمر، بنات سمر ومش عربيه، يعني ما تتحدث العربيه. اتكلمت معاها، لابسين حجاب شارب وهيك وفستان لغايه نصف الساق ونص كم. فتعجبت، يعني قلت لها انت، يعني قعدت اهزر معاها واتكلمت وكده كلمتين بالانجليزي، وهي يعني بتتكلم فرنسي ولغه اخرى. ف يعني اللبس العادي للمسلمه في البلدان يعني تحديدا مصر خلينا نتكلم عليها، او مثلا شفت المغرب، شفت سوريا، شفت تونس، يعني اللبس اللي هو المحجبه العاديه، مش المحجبه اللي لبسها في بقى شديد الوسع واللي هو الشكل المثلث، اللي هي بتكون يا اخوان يا سلفيه، ما تبقاش بنت عاديه مسلمه عاديه. فهذا اللبس انا طبعا مع حريه ان كل واحد يلبس اللي هو عايزه، ما لم يسعى الى فرض هذا اللبس. وده كان للاسف الشديد حصل، وحصلت حالات، ويمكن الشرطه المصريه يعني مشكوره تدخلت فيها في محاوله فرض خطاب معين على البنات في المترو. احنا عندنا المترو فيه انفصال، وده برضو من الاسلمه اللي موجوده داخل المجتمع، وسببها برضه ممكن يكون سبب اجتماعي اعذر السلطه، لان في تحرش وكده، فقال لك حل نعمل عربيات للنسوان عشان نرتاح. لكن الحل الحقيقي ان انت تعمل ثوره فكريه. ثوره فكريه ده هيكون عن طريق التعليم، عن طريق الاعلام، عن طريق المسرح والسينما ويعني الفن. وده لابد يحصل بحركه منظمه، حركه منظمه وراها سلطه، زي السلطه الاجتماعيه اللي حصلت في السبعينات بالاثار بتاعه الخميني، وجعلت الحجاب زي ما قال الله يرحمه بقى عصام العريان، قال ان احنا كنا بنوزع الحجاب على البنات ببلاش ونقول لها البسيه كنوع من التجربه ومش عارف ايه وبتاع، وكان بنشجع الناس على لبس هذا النمط معين من الحجاب، الطرحه اللي هي واصله لغايه سره البنت، يعني لابسه طرحه كده نازله لغايه سرتها، وتحتيها زي عبايه تحت هذا الخمار بدون تغطية للوجه، واحيانا طبعا مع وضع بقى ايه قطعة قماش على وشها، عشان كمان انه بعض السلفيين شايفين ان وجه المرأة كفرجها، يعني ان الوجه شديد ده قايل كده في التلفزيون، يعني مش بنقول كلام يعني نظري او قالهولي على جنب مثلا، لا ده موجود على النت، هتلاقي ان وجه المرأة كفرجها عند بعض التيارات السلفية. فهذا ايه يعني الزي وهذه الأسلمة الاجتماعية أو الإسلاموية الاجتماعية، أنا أفضل هذا الاستخدام، ستظل موجودة، تظل موجودة مع انتشار الخرافة، انتشار الانكباب على الميتافيزيقا، وهذه لن تنتزع من المجتمع ب50 7 أكتوبر. هذه تنتزع من المجتمع بثورة في الوعي والثقافة تقودها سلطة سياسية، سلطة اجتماعية، سلطة تعليمية، سلطة ثقافية. يعني فالإسلاموية الاجتماعية من وجهة نظري باختصار شديد هذه هي المعركة الكبرى لأي شخص يزعم ان هو عايز يبقى عقلاني وتنويري وإنساني وكل العبارات اللي ممكن تكون جميلة، اللي احنا ممكن نكون بنحاول نكون كذلك. والنهاية ان لابد من وجهة نظري
من ان الناس اللي فاهمه تحاول تعمل ده من خلال الاطر الشرعيه والقانونيه. وطبعا حتى في الغرب بالمناسبه، يعني حتى في الغرب لابد تكون موجود يعني منصات غير المنصات اللي بتتحدث باسم الاقليات العربيه والاقليات الاسلاميه. دايما المنصات اللي بتتحدث باسمهم في غالبها اسلامويين. فازاي ده يتغير؟ ده برضه موضوع حلقه اخرى يعني. طبعا. لكن يعني في النهايه بشكر الصديق العزيز، وهي حاله حوار كده. وانا يعني عشان انا هو يعني بدا بكلام، هخليه هو يختم الكلام ايضا. يعني هو بدا وهو انا ضيف عنده، فهخليه يعني يختم الكلام بكلمه مختصره كده يعني. وبشكرك طبعا على الاستضافه وعلى القعده الحلوه دهيت. ولو في وقت حتى عن بعد ممكن نعمل الجدل بيني وبينه في موضوع اليمين الاوروبي واثر التغيرات العالميه فيه واثره على الاقليات. وشايفين صعود له في العديد من البلدان الاوروبيه، والكثير من المثقفين في الغرب بيدرسوا هذه الظاهره وبيعلقوا عليها وبيقولوا اسبابها ونتائجها ومشاكلها وكل هذا الكلام. لكن ده برضو موضوع اخر. ارحب بالفكره جدا، وانا اتصور انه هذا الموضوع موضوع شيق ومهم. طيب. وبيهم الناس كثير، خصوصا من المتابعين للبرامج والبث من اختم البث بقى وشوف عايز تقول، بس قول يعني كلمه ملخصه وانا مش هعلق عليها. والسلام عليكم، هسيبك. تلخيصا للحديث. اني اشوف انه احداث 7 اكتوبر فعلا يعني واللي اجتي وراها وطبعا تداعياتها من جرائم دولة إسرائيل يعني أثرت على مجتمعات المنطقة ككل، وعلى حقوق الإنسان على صعيد العالم أيضا على هاي الصورة وهذا النمط من الفهم لحقوق الإنسان. وأتصور أنه ما ممكن أنه أحداث 7 أكتوبر واللي أعقبها من جرائم ممكن تكون نقطة إيجابية أو عامل إيجابي في تطوير المنطقة للخروج من براثن الحركات الرجعية، ومن ضمنها طبعا الإسلاموية الرجعية. واشوف انه دور يعني لازم اعقب على هالنقطه هاي ايضا، نسيت في الثانيه انه وقوف بوجه الاسلامويه وهذا التطور وتثوير المجتمع ثقافيا هي مو بس مهمه المثقفين، ولكن مهمه المثقفين اللي قلت مثلا جرامشي يسميه المثقفين العضويين، المثقفين اللي موجودين ضمن حركه اجتماعيه أهداف على مستويات متعددة، ليس فقط التنوير بالعالم العربي ما ممكن ينجح بدون ارتباطه بحركة لأجل الحصول على الحقوق الأساسية للمواطن وعلى كرامة المواطن وعلى للعدالة الاجتماعية، للوقوف بوجه الظلم. مجتمع يقبل الظلم اللي احنا نقبله بمجتمعاتنا ما ممكن يكون متنور يوم من الأيام. هذا رأيي. أشكرك شكرا جزيلا. ممكن نوريكم الحديقة من بعيد، يعني الأماكن اللي احنا اللي حوالينا. بس شوفوا كده عشان الفوكس كان علينا، اللي ورا شايفين المكان هنا اهو. مش عايز بس نقع، لان في ادي شجره التفاح بتاعه شمال، ودي اللي بعض الديكورات. مش هصور تصور البيت ولا؟ ماشي خلاص، نصور هنا الاشياء دهيت. لا من بره يعني، مش من جوه. مش البيت، مش هنخش البيت بالكاميرا. انا قصدي من بره البيوت اللي حوالينا. هذا بيت الجيران، بيوت الجيران من بره يعني. فقط بس كده، ونترككم في امان وسلام. شكرا جزيلا. العفو على شايفين هنا الفوكس كده غيرته، بقت الصوره اوضح. هنلف بس 270 درجة مش 360 هيك بس، حتى ما نصورش الجيران، مفيش داعي حد ينزعج. بس وشجرة التفاح نخليها هي مسك الختام، والسلام ختام.